هاو الخبر الزين يا خوتي، هاو الخبر الزين. كيا FC تعلن إفلاسها وإغلاق جميع فروعها في تركيا. هاو الخبر اللي حابين نسمعه. وبعد يجي واحد راسه مربع يقول لك المقاطعة ما دير والو. هاو على بها نقول لكم ما تسمعوش للعباد، ما تسمعوش الواحد تلقاو عنده شوية فولور صاي يجي يعطيكم نصيحة. هاي خوتي، هاي المقاطعة واش دير. بدات في تركيا وان شاء الله تتعمم في جميع البلدان الكبيرة يا خوتي. العقوبة الكوكاكولا وبيبسي، المهم استمروا في المقاطعة خوتي، استمروا في المقاطعة. هاي النتيجة تاع المقاطعة. مادام بدات تغلق فروعها في تركيا يعني المقاطعة كانت كبيرة في تركيا، ونتمنى انها تكون مقاطعة كذلك في السعودية. خوتنا في السعودية ثاني اتمنى ان يفيقوا مع ارواحهم، فيقوا مع ارواحكم، فيقوا مع ارواحكم، استمروا واعملوا المقاطعة، لانه المقاطعة اجلا غير عاجل راح تدير الفايدة تاعها. هاي الفايدة تاع المقاطعة. والعقوبة للشركات الكبيرة خوتي، وعلى رأسها شركة كوكاكولا وشركة بيبسي. كملوا بالمقاطعة ان شاء الله كامل يفلسوا يا خوتي، ان شاء الله كامل يعنوا الافلاس تاعهم. هذا خبر يفرح. نقول لكم ما تسمعوش الناس، ما تسمعوش الناس. مش اي واحد يجي يعطيك نصيحه، مش اي واحد يجي يقول لك دير كذا ودير كذا. كاين عباد انا فاتوا عليا دي فيديو تاع ناس يقولوا لهم يا ولدي المقاطعه انت كي تقاطع انت ما عندك ما دير، ما تقاطعوش خوتي وما على باليش. ينصح يا خويا، ينصح عمرك، انصح روحك، ما تحكيش على حاجه ما على بالكش فيها انت. عادي تقدر تقول ما على باليش في الحاجه ديك وما تحكيش وما تعطيش رايك. انت تصرف بالشيء اللي تشوفه انه يساعدك فقط، ما تحكيش على العامه. هاو الدليل، هاو الدليل. والعقوبه اني قلت لكم ان شاء الله نزيدوا نفرحوا ما خير خوتي، ان شاء الله كيما اليوم هذا اللي في بالكم ان شاء الله يتحقق خوتي. اما هنا نصل لنهايه الفيديو. حبيت نقول لكم مش اللي جات تسمعوا له، استمروا في المقاطعه. السلام عليكم.